بعد عدة شهور كده كان هو يعني العبقري وهو صوت الزمالك في الفيفا وهو انتيم انفانتينو. ظهر علينا مرتضى منصور بيهاكم الاستاذ ميزو الشامي او معتز الشامي اللي هو دايما كان بيتاخد بيه الكلام على قضيه كهرباء وقضايا كتير جدا، وقضيه سلفات لما الاهلي طلع الثالث واللائحه وان الاهلي مش هيلعب بطوله افريقيا، وان الاهلي المفروض ان هو خلاص الفيفا هتقرر ان هو هيروح يلعب في الكونفدراليه لان هو الثالث، وحاجات كتير جدا قالها عبقري قوانين معتز الشامي. وكانت النتيجه ان مرتضى منصور قال له كلام كتير جدا كلنا كنا بنقوله، ولكن جمهور الزمالك مش مصدقه. مش العيال، مش الواد معتز قاعد في ابو ظبي بيقول لك لو عندهم دم الجمهور بيقول لك يستقيلوا. انت لو عندك دم ما تتكلمش. قول لي يا مليونير عملت ايه للزمالك؟ ولا حاجه. هوا فيفا طلعت كداب وقلت لما المره دي كهرباء هيتوقف حتى لو دفع طول عمره هيضل موقوف حتى لو دفع. طلع كل كلامك كذب وهوا في هوا في هوا. تاني يا جمهور الزمالك يا عظيم سيبكم من الولاد معتز، العيال دي عيال بتقبل كلها شرب شاي بالياسمين خلاص. ثم اتى بعد كل هذا الكلام الاخ معتز الشامي بيرد على مرتضى منصور وبيقول له هو اللي يقول الحقيقه بعد ده كله يبقى قبيض؟ ما انت اللي اتهمت الناس كلها انها بتقبض، ده انت يا راجل اتهمت الفيفا انها بتقبض من الاهلي عشان تاخر الغرامه بتاعه كهرباء، رغم ان في غرامه ثانيه متاخره بقى لها 6-7 سنين بتاعه سبورتنج لشبونه وشيكابالا. ومن ناحيه ثانيه مرتضى منصور برده ما سكتش، هاجم طبعا خالد بير غندور ان هو مجرد ما اعترضش على ضربه الجزاء بشكل حاسم، ولكن الاهم هو اعتراضه على الكابتن الاسطوري لنادي الزمالك شيكابالا، ويعني اتهموا في انتمائه لنادي الزمالك وان هو بيلعب على طلبات ماديه وان هو مش عايز يلعب غير ما ياخد استحقاقاته وان هو سبب في عكه الزمالك وانه وكان كلام مرتضى منصور على شيكابالا اهوت علشان مستحقات اللعيبه. لا لو شيكابالا فعلا الكلام ده انت بتسيل الشيكابالا مش بتسيل انا. ليه بقى؟ ليه شيكابالا احنا عمالين ندور على $1,450,000 عشان لما سبت النادي بتاع سبورتنج ندفعهم عشان الخدمه وقول بسبب الغرامه بتاعتك. ده واحد. اثنين، انت ما قلتش كده، انت قلت انا ابن عيان. نمره ثلاثه، طب ما تطلع لممدوح عباس اللي انت بتحبه جدا ولما استضافكم في نهايه الدوري اللي في اللي قبليه ادى كل لعيبه 100,000 واداك انت 300,000 ورحتوا له مكانه. نمره اربعه، انا اعرف انه اللي بيحب النادي ما يتمردش، ما يلمش اللعيبه ويعمل اضراب الصبح مش هنزل. عبد الواحد السيد موجود وكان تعذير مني واضح على ثم رد شيكابالا ببوست مطول طويل عريض لاول مره بيكتبه، قعد يكتب فيه بالتفاصيل الممله وبما معناه وباختصاره الشديد جدا ان مرتضى منصور هو السبب في ده كله ومجلس الاداره اللي ما دفعش واللي يعني نوع من انواع التوريه ان الفلوس بتروح فين يا جماعه؟ طب ما احنا عارفين الفلوس بتروح فين. انت جاي تقول دلوقتي فين بقى؟ بالعرق الزمالك بالعرق. دلوقتي ما بقاش بالعرق، بقى بالفلوس اللي بتستخبى. واستمرارا لكل هذه المشاكل النهارده بيعلن بيراميدز حصوله على التوقيع رسميا لسيف فاروق جعفر ابن الزملكاوي الكبير فاروق جعفر، ودي تاني صفقه بياخدها البيراميدز من الزمالك. وطبعا عارفين الصفقه الاولانيه يوسف اسامه نبيه ابن الزمالك البار برضو. ورغم كل كده كانت كل الهوجه على امام عاشور اللي هو مش ابن النادي بس لمجرد ان هو راح الاهلي ما راحش نادي تاني. وسط كل هذه الهوجه وكل هذه المشاكل اللي موجوده في نادي الزمالك وجدنا اعلام الزمالك بيتكلم وبكل قوه عشان يحل المشاكل دي. يلعب في نفس التوقيت امام النادي المصري وكانت في مرحله خطر غير طبيعي بالخروج من اللقاء لولا تدخل الحكم وتدخل الفار واللي اعطى الاولويه والافضليه للنادي الاهلي، وكان في ظلم بين للنادي المصري في مباراه امس تحكيميا واعطى ضربه جزاء من وحي الخيال. اصل الناس تقول لك ايه؟ اصل في شده، اصل ما تيجي تقول للزمالك لا دي شده بسيطه، ده نوع الفانيلا لكرة فهي اتشدت زياده، فكلام هذا اللاعب هو اللي ماسك الكوره. اهلا بيكم واستوديو 1 2 محمد ثبات وحلقه جديده عن حاجات كتير عايزين نتكلم فيها، اهمها ان كل الكلام اللي اتقال عليه في المقدمه دوت كلام عايز اوصل بيه نقطه واحده بس. انا لا عايز اتدخل في الزمالك ولا في مشاكل الزمالك ولا في الكلام ده كله، واللي متابعني من زمان عارف ان انا بعيد جدا عن ان انا اخش في القصه دي، ولكن هم اللي وجهونا لدي لان بقت الدنيا بتلف تلف تلف وفي الاخر ترجع تروح على
ان بنتكلم على الاهلي والاهلي مش عارف فيه ايه فساد وفيه ايه لعيبه جت بفلوس زياده ومشوها، والاهلي بيكسب بالتحكيم، والاهلي مش عارف من تحت الترابيزه ايه. ووصلت طبعا زي ما قلنا في اول الحلقه ان معتز بيه الشامي بيقول ان احنا مأنتمين مع الفيفا، اللي هو اصلا كان بيتكلم ان هو مأنتم معاها وبنأخر غرامه كهرباء. الوضع الحالي داخل الكرة المصرية او في وضع الكرة المصرية بقى سخيف لاقصى درجة، لان بقى كل نادي بيتكلم على التاني، وكل وضع ان كل نادي المفروض ان هو يخليه فيما هو فيه، ما عدا الاهلي. وده اللي انا شايفه، انا عارف الناس كتير هتهاجمني عشان كده، هو المثال الوحيد اللي ناجح حتى الان. اعتقد ان من الامثله اللي بدات تفكر بنفس الطريقه دي وبتنتهج نهج الاهلي هو بيراميدز. بقى قليل الكلام على المشاكل وعلى التحكيم وعلى والحاجات دي كلها، وشايف ان تركيزه كله لازم ينصب على فرقته والصفقات، واعتقد دي هتبدا تحطه على الطريق الصحيح. بس طبعا عمرها ما هتحل مشكله ان هو ما عندوش جمهور، ولكن الانديه الجماهيريه اللي هي الاساس في المنافسه مع النادي الاهلي دايما زي الزمالك والاسماعيلي والمصري مستنزفه طاقتها تماما بانها تطلع ان اللي قدامها هو اللي وحش، مش بتدور على حل مشاكلها هي. ودي هتفضل المشكله الموجوده دايما اللي عمرها ما هتخلي الانديه دي ترجع لسابق قوتها، غير لما تفكر بتفكير تاني وتبدا تبعد عن مشاكل الغير وتبدا تبص على المشاكل اللي جوه وتحط ايديها على الحقيقه. النهارده شيكابالا بيهاكم مجلس الاداره اللي هو كان بيدافع عنه، ولو ترجع بحلقات كتير بفيديوهات كتيره جدا موجوده على الفيسبوك كان بيروح للمؤتمرات الشعبيه اللي كان بيعملها مرتضى منصور في الصاله المغطاه، ويروح يسقف ويروح يساند ويروح. انت جاي دلوقتي علشان هو مسك انت بتبدا ترد عليه. طب فين الناس التانية اللي ترد عليها؟ فين الناس التانية اللي بيتكلم عليها سواء من جوه النادي غيرك او من بره النادي او حتى في اي نادي منافس؟ انت جيت تتكلم دلوقتي، اول ما المشكله مستك اتكلمت. في جمهور كتير جدا من نادي الزمالك على راسي من فوق عارف كويس قوي المشكله دي، وهاجم مرتضى منصور، وعارف ان مشكله الزمالك كلها في وجود يعني مرتضى منصور في مجلس الاداره، وان هو يعني القرارات كلها من عنده هو بس، الوان مان شو زي ما بيقولوا، وشايفين الحقيقه. ولكن المشكله في الاعلام وفي جمهور بيساند من غير ما يفكر، وفي اللعيبه نفسها اللي بتساند من غير ما تفكر. جمهور كتير مساند مرتضى منصور، الاعلام زي ما احنا شفنا الزملكاوي كتير منه مساند مرتضى منصور. ده حتى كابتن تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق اللي كان ليه فيديوهات كتير جدا على الفيسبوك وانا كنت بتفرج عليها كان بيهاجم سياسات مرتضى، ما تعرفش ايه اللي حصل دلوقتي بقى يساند مرتضى منصور. فبالتالي انت بقيت يعني حاطط المشكله كلها، وش كلنا شايفين ان المشكله كلها في ان اين مصلحتك يا سيد. انت بتهاجم مرتضى منصور لما بيبقى متعارض مع مصلحتك، بتأيد مرتضى منصور لما تبقى مصلحتك ماشيه معاه. هل فاكر ان دي هي القصه اللي هتخلي او هتوقع الاهلي وهتبقى دي الطريقه اللي انت ممكن تنجح بيها؟ طب ما انت جربتها مليون مره وما نجحتش، ما جربتها مليون مره وما نجحتش. كل همك في الفتره الاخرانيه وخصوصا في فتره وجود مرتضى منصور ان انت ازاي تهاجم المنافس عشان تحاول ان انت تكون منتصر عليه او تحاول تهز صورته. ما فكرتش في مره تحط ايدك على مشاكلك وتحاول تبعد عن مشاكل المنافس او مميزاته او عيوبه ايا كانت ايه هي، وتبدا تشتغل على الحاجه اللي انت جوه ناديك وجوه فرقتك وسلبياتك عشان تبدا تتحرك بشكل سليم وتبدا تتحرك بشكل احسن وتبدا ترجع منافس قوي. الزمالك فريق كبير، الزمالك وهو في قوته، الاهلي بيعاني في المنافسه معاه، ودي حاجه تفرحني انا كاهلاوي وتخليني سعيد ان انا بشوف فرقتي بتبذل مجهود علشان تقدر تحصل على البطولات. افتكر كده اخر 3 بطولات خدناها الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب افريقي ثم الوداد المغربي. انهي اكتر بطولات انت فعلا كنت فرحت بيها؟ هتلاقي الزمالك لان هو المنافس الاول وكسبت بصعوبه وبنفسه قويه، ثانيهم الوداد لان انت كسبت بعد منافسه قويه جدا وبعد معاناه، وهتلاقي اقل بطوله فرحت بيها اللي كسبتها بسهوله جدا قدام كايزر تشيفز. دايما المنافسه بتخلق فرحه الانتصار بشكل اعلى، فبالتالي انا كاهلاوي ما اتمناش ابدا ان غريمي يقع، وده حقيقه، لكن انت متمني ان غريمك يقع علشان تحاول تلحق مجموعه انتصارات.
في فرق كبير جدا جدا ان انت تتمنى ان غريمك يقع عشان تحقق انتصارات، وفي فرق كبير تاني ان انت تعلي من نفسك عشان تلحق تنافس وتكون حتى المنافسه ليها طعم. انت حتى لما كسبت الاهلي السنه اللي فاتت في الكاس ما كنتش عندك، او السنه اللي قبلها يعني بمعنى ادق، ما كانش عندك، هي السنه اللي فاتت بس هو كان السنه اللي قبلها ما كانش عندك الفرحه الجنونيه دي زي مثلا ما كسبته في السوبر الاماراتي لما كان بضربات الجزاء، لان انت عانيت قدام الاهلي وواجهت منافسه وتعبت عبل ما وصلت. لكن الكاس اللي قبل اللي فات كان الاهلي منهار تماما وكان مستنزف تماما، وكسبت الماتش بكل سهوله وكل اريحيه وما كنتش واجد منافس. هي دي لب مشكله مصر، لب مشكله الكوره في مصر، ان كله مش قادر يحل مشكلته هو عشان يرجع منافس للموجود القوي اللي هو مهتم بنفسه. وبص على كل دوريات العالم في سواء دول عربيه اللي ليها باع في الكوره زي المغرب والجزائر وتونس والسعوديه حاليا، بص على اوروبا وبص على امريكا الجنوبيه، هتلاقي دايما كل فرقه ملهاش دعوه غير بفرقتها. عمرك ما شفت مانشستر يونايتد مجلس ادارته بيهاجم تشيلسي مثلا ولا مش عارف مين بيهاجم مين، كلها مناوشات مدربين ساعات بتحصل وخلاص، وكلام على اللعيبه وعلى المدربين جوه المؤتمرات الصحفيه. لكن فكره ان انت عمال تقلل من مستوى منافسك او بتحاول تدغدغ فيه علشان انت تعلى عليه، ده مش هو اللي هيعليك، ده ممكن يكسبك مرة مرتين كطفرات وهتكون مستفيد من وقوع المنافس. لكن عشان توصل ان انت تكون منافس ومستمر لازم تحسن او تعدل اوضاعك، وده اللي انا مستنيه من الانديه الجماهيريه في مصر عشان ترجع الدوري بتاعنا في تنافس قوي وفي تنافس عنيد زي ما كان موجود قبل كده. وانا كاهلاوي افرح لما اكسب بشكل فيه صعوبه وشكل فيه منافسه، لان الفرحه بتكون احسن. ده اللي كان عندنا النهارده في الموضوع اللي انا عايز اوصل ليه نتيجه ليه، بس بدون بعيد عن الرغي اللي فات ده كله، ان يا جماعه المنافسه ان انت تقوي من نفسك وتشوف مشاكلك وتركز عليها، مالكش دعوه بالغير سواء حلو او وحش. محدش في منافسين مانشستر سيتي عمال يقول ان هو عمال يصرف 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 يصرف، كل اللي بيقولوه فريق كويس وانا بحاول انافسه، بيحسنوا من نفسهم. اتفرج على ارسنال السنين اللي فاتت وهي عماله تتطور، اتفرج على ليفربول وهو بيتطور وبينافسوا، محدش راح قال لهم انتوا بتكسبوا بالتحكيم ولا انتوا معاكم فلوس اكتر، ولا طلع شويه عبقره من نادي معين يقول لك اصل الرعايه هنا اكتر من هنا ومش عارف ايه وبتاع، والكلام اللي بتضحكوا بيه على نفسكم، الكلام ده ضحك على الدقون. المنافسه هتكون بان انت تشوف سلبياتك وتعالجها. كان معاكم استوديو 1 2 محمد ثبات، واتمنى اعرف رايكم في موضوع النهارده في الكومنتات، واتمنى دعمكم باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس يوصلكم جدا اول باول، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.